بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حبايبي في دنيا الاكل مع ميمة. وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله اعياد الربيع. وبالمناسبه ديت احنا هنعمل مع بعض النهارده عجينه كده قطنيه سوفت قوي. هنعمل منها اشكال كويسه تفرح بيها اولادنا في شم النسيم. وهنشوف مع بعض مقاديرنا والطريقه وطرق تشكيل كذا نوع او كذا شكل من العجينه دي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مقاديرنا. انا معايا هنا دي كوبايه ونص لبن دافي، معايا معلقه كبيره خميره فوريه ومعلقتين كبار سكر. دول علشان هنحط الخميره والسكر على اللبن الدافي ونقلبهم ونسيبها نشوفها الخميرة نشطة ولا لا. هتختمر معانا وتفور لو هي سليمة. هنقلبها ونسيبها على جنب شوية. تمام. معايا هنا بيضة كاملة، معايا هنا تلت كوباية زبدة طرية وبدرجة حرارة الغرفة، ومعايا 5 كوبايات دقيق منخولين وعليهم نص معلقة صغيرة ملح. هنشوف مع بعض احنا هنعمل ايه بالظبط في الطريقة، يعني ونعمل الخطوات بتاعتنا صح. هنا هنجيب الدقيق وعليه نص معلقة صغيرة ملح، وهننزل بالزبدة كده والبيضة، وهنلم العجينة بايدينا، نلم بايدينا كويس لحد ما هيمتزج الزبدة والبيض مع الدقيق كده. خلاص كده شربت الدقيق، شرب الزبدة والبيضة وبقى عامل زي حبيبات الرمل كده كده. تمام. يبقى انا عندي هنا كمان في الاثناء دي الخميرة اهي اختمرت وتفاعلت، ومعنى كده انها هتبقى ناجحة ان شاء الله. هنضيفها شوية بشوية على العجينة بتاعتنا ونقلب ونعمل عجينة لينة كده. المفروض انها لما تبقى عجينة وتتشكل عجينة يعني هتترفع كده من الجوانب بتاعت البولة بتاعتي، وكده يبقى اتلمت معايا. حطيت المقدار بتاع اللبن كله بالخميره اهي. دلوقتي انا بعجن وهي شويه خلاص هتروح لما كلها من البوله بتاعتي وتبقى عجينه لينه وصالحه للتشكيل كده. افضل انا اعمل فيها كده لحد ما تلم كلها معايا كده. بس هي لمت معايا كل الجناب اهي، خلاص بقت عجينه سهله وطريه خلاص، والجناب كده خلصت. هروح عامله ايه، هاخدها بقى على السطح بتاعي، ولازم اعجن فيها فتره طويله جدا. هعجن ازاي؟ هفضل بقى الم وافرد كده بالمنظر ده لحد ما تبقى معايا عجينه لينه وطريه. هعجنها يعني مش اقل من 10 دقايق تتعجن بالايد، ولو عندك عجان بتتعمل في ساعتها. شايفين انا فضلت اعجن فيها كده بالمنظر ده لحد ما حتى شايفين اثر العجينه اللي في ايدي خلاص طلع كمان هو من ايدي، وده دليل على ان العجينه فتحت معايا وبقت زي الفل ولينه وطريه، بقت عامله زي حته الملبن في ايدي. انا كده خلصتها. هعمل ايه بقى؟ هجيب البوله بتاعتي اللي كنت بعجن فيها وهحط فيها شويه زيت صغيرين، وبعدين احطهم فيها ونغطيها ونسيبها تختمر كده اهو. نحط عندها دقيق نعملها كده ونغطيها كده ونجيب فوطه. ده كيس تلاجة انا فتحته، ونجيب فوطه ونحطها عليها ونسيبها على جنب تختمر
وتملى البولة بتاعتي. بعد ما تختمر هنرجع تاني. يلا بينا حبايبي نشوف العجينة بتاعتنا عملت ايه، اختمرت ولا لا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين العجينة بعد ما كانت تحت خالص بقت مالت البولة بتاعتي ازاي؟ وده دليل على ان العجينة بتاعتي ناجحة الحمد لله 100%. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد العجينة كده على جنب، وهنفضل برضو مغطيينها، مش عاوزة اعريها. وهناخد بقى نشكل هنا على السطح بتاعنا كذا شكل من المعجنات، وهنشوف احنا عندنا معانا حشوات كتير هنحشي بيها، ونشوف هنعمل ايه. انا دهنت السطح هنا شوية زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد من العجينة، هعمل ايه بقى الشكل ده. هعمل الاول فطيرة شم النسيم اللي هي بالبيض المسلوق الملون. هعمل ايه؟ انا جبت كده حتة جزء من العجينة، وهفضل افتح فيها كده علشان اعمل رول طويل مع بعض كده، عشان هعمل فطيرة بتاعت شم النسيم اللي بالبيض ده. رول هعمل زيه 3 وحدات، وبعدين نشكلهم مع بعض. شايفين انا عملت ال3 رولات دولت، هم طوال كده. بنيجي هنا من عند الحرف ونمسكهم في بعض بالمنظر ده كده، يعني نلزقهم كده في بعض، وهنعمل ضفيرة بالعجينة دي كده خلف خلاف اهي كده بالمنظر ده وكده. تمام. ونلف، نرجع نلف دي ودي. تمام. بس نحاول ان العجينة بتاعتي ما تتقطعش مني. وبعدين هنرجع نلف دي ودي. انا مش عاوزة العجينة بتاعتي تفلت مني علشان تديني الشكل بتاع الضفيرة اللي انا عاوزاه كده بالمنظر ده. شايفين انا عملت الضفيرة ازاي؟ وبعدين جبت الطرفين دول وهحطهم على بعض كده واقفلهم. تمام. انا عملت الضفيرة بتاعتي اهي. هحاول طبعا ان انا اخليها تبقى مستديرة عشان شكلها يطلع مظبوط. معايا هنا ده بيض ملون، انا سلقته بالوان، في الوان غذائيه مصرح بيها، بتحطي منها على الميه وبتسلقي البيض بتاعك. انا هاخد البيضه بتاعتي مثلا وهحط واحده هنا، واحط كمان واحده هنا، واحط واحده هنا، وكده يبقى كفايه. يعني كفايه قوي ال3 وحدات دول او ال3 بيضات دول كده بالمنظر ده. وهنقلها على الصينية بتاعتي تكون مدهونة زيت خفيف، وهسيبها تختمر. خلاص نقلتها خلاص في الصينية، هسيبها بقى تختمر. وبعد ما تختمر انا اكون مولعة طبعا الفرن يسخن، وهندهن وشها ونشوف مع بعض هتبقى ازاي. انا عملت شكل تاني اهو. دول 3 رولات طوال شوية بس اقصر من اللي فاتت. هعملها ايه؟ هضفر برضو كده بالمنظر ده اهو كده بالمنظر ده. سهلة خالص خالص خالص. وهقفل من هنا وهقفل من هنا، وهحطها كده. هعمل كده الحرف بتاعي كده، وهجيب الصينية بتاعتي مدهونة برضو سمن، وهحطها في الصينية مدهونة زيت قصدي، وهحطها في الصينية كده بالمنظر ده. وهعمل كام واحدة من الشكل ده برضو. عملت من الشكل ده 3، وهسيبهم برضو يختمروا مع نفسهم. انا هعمل الشكل اللي بعد ده. هعمل ايه؟ هعمل زي بوريك بالجبنة. هفرد الجزء ده من العجين، هفرده السمك اللي انا عاوزاه علشان اعمله بوريك، واحشيه بالجبنة بتاعتي كده. فردتها باي حاجة بقى عندي. هعمل قطعات كده، هقطع بالمنظر ده اي شكل عندي، اي كوباية على طول هتقطع معايا، وهحشي بالجبنة على طول. شايفين كده؟ هاخد بقى الحتة الجزء ده اهو. عندي الجبنة الفيتا بتاعتي، هحط هنا جبنة كده بالمنظر ده، واقفل عليها بوريك عادي خالص كده، واحطه في الصينية برضو المدهونة، واقفل كويس
من الحروف كده. يعني هي عجينة انتوا شايفين انها عجينة طيعة جدا ولينة جدا معايا، وبتتشكل بأي حاجة، وهي بصراحة تحفة. كده خلاص عملت ديت كلها بالجبنة، بوريك بالجبنة كده. برضو هحطها على جنب تخمر لحد ما اشوف بقية العجينة بتاعتي. ده اخر جزء في العجينة بتاعتي. هعمله ايه بقى؟ هحشيه شوكولاتة. انا مثلا معايا هنا صوابع شوكولاتة زي كده، هحطها كده واحشيها واقفلها زي الجبنة بالظبط، بس هتديني دي بالشوكولاتة، واقفلها كده اهو. وبرضو احطها على صينية مدهونة كده، كمان واحدة اهي، واقفل عليها كويس بالمنظر ده. نكمل الصينية ونشوف بقى الاولانية خالص زمانها اختمرت. جبت هنا بقى اللي هي الضفيرة بتاعتي اللي بالبيض الملون. شايفين هي اختمرت ازاي ما شاء الله. هعمل ايه بقى؟ انا هنا معايا صفار بيضة، شوية لبن، ورشة فانيليا، وهدهن الوش بتاع الفطيرة بتاعتي كده بالمنظر ده، وهدخلها على الفرن على الشبكة. انا مسخنة الفرن من شوية، وهحطها على الشبكة لحد ما تحمر معايا. شايفين قد ايه هي مختمرة وجميلة، ان شاء الله هتطلع فطيرة زي الفل بإذن الله. شايفين العجينة دي ممتازة جدا جدا جدا. اعملي منها كل معجناتك، حتى عجينة البيتزا بتطلع فيها تحفة جدا جدا. اهي انا خلاص كده دهنت. هجيب بقى معايا شوية سمسم وارش عليها كده بالمنظر ده. زودي السمسم بيبقى جميل جدا في الفطيرة دي بالذات. اهي كده معايا. معلش هو الفيديو هيطول معاكم شوية، بس انا بعمل بالخطوات علشان تلتزموا بيها وتطلع الحاجة معاكم ناجحة 100%. كده خلاص هحطها على الشبكة نسويها وبعدين نطلعها. الصينية التانية كمان اختمرت. هنعمل نفس الحكاية في كل الاشكال اللي احنا عملناها. هندهن بصفار البيض والخليط اللي انا عاملاه ده، ونحط السمسم. عايزة ترشي جبنة رومي مبشورة ماشي، عاوزة ترشي سكر اوكي، عاوزة ترشي زبيب وتحطي اي مكسرات تمام، مفيش مشكلة خالص. اعملي اللي انت عاوزاه، ابدعي زي ما انت عاوزة في المعجنات بتاعتك. انا كده هرش اهو شوية سمسم تاني هنا، وممكن احط طبعا حبة البركة كده. حبة البركة برضو بتدي منظر جميل جدا جدا اهو معايا. وكده برضو هحطها على الرف لما التانية تطلع. البوريك اللي بالجبنة اهو دهنته ورشيته سمسم وحبة البركة مع بعض. الصينية بقى اللي فيها الشوكولاتة اللي بحشوة الشوكولاتة انا مش هرش عليها سمسم ولا حبة البركة، انا هسويها بعد ما ادهنها. واول لما تطلع هكون محضرة شوية بشر شوكولاتة وهحطها عليها فوق الوش علشان بس تديني علامة ان دي بالجبنة ودي بالشوكولاتة وكده تمام. حبايبي شايفين انا هنا طلعت كل المعجنات بتاعتي من الفرن اهي، خلاص كلها تمام زي الفل. دي الفطيرة اللي بالبيض، ودي البوريك اللي بالجبنة وعليه السمسم وحبة البركة، ودي الضفاير اللي مش محشية حاجة سادة، ودي البوريك اللي محشي بالشوكولاتة، ورشيت عليه من فوق شوكولاتة مبشورة عشان يبان معايا ان هو بالشوكولاتة من جوه. انا دلوقتي خلاص كده خلصت المعجنات بتاعتي وشايفين منظرها عامل ازاي. انا بس عاوزة اوريكم هي من جوه عاملة ازاي. بصوا
بالجبنة تحفة. شايفين الجبنة من جوه عاملة ازاي؟ شايفين هي قد ايه طرية وقطنية، تحفة وجميلة جدا. العجينة مظبوطة جدا، وشايفين من جوه هشة ومفرغة ازاي. العجينة تحفة. اعملي بيها كل معجناتك، هتطلع مظبوطة جدا ومضمونة جدا. انا كده خلصت الفيديو بتاعي النهاردة. ودي معجناتي اللي عملتها من العجينة القطنية دي. يا رب تكون عجبتكم وتنفذوها وتعملوها ان شاء الله، وتفرحوا بيها اولادكم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من دنيا الاكل مع ميمة. مع تحياتي والسلام عليكم.